السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي بشوف فيديوهات هبلة كده غريبة كده، بتقول لك يعني الله يكون في عون الفلسطينيين يا رب واللي هم فيه، وربنا معاهم يا رب وينصرهم. دلوقتي بشوف فيديوهات كده الناس ملهاش اي 30 لازمة، قاعدة متلقحة في بلد فيها قواعد امريكية كبيرة، مش قادرة تطلع تتكلم ولا تتنفس عليها ولا تقدر تتكلم ولا تقول الغوا ولا مشوا القواعد الامريكيه اللي عندكم، او احنا هنقف حتى مع فلسطين وطز في القواعد الامريكيه اللي عندهم في البلد. ما يقدروش حتى يطلعوا يقولوا ساعدوا فلسطين، ما يقدروش يتكلموا خالص. تطلع بس تقول انتوا قافلين المعابر، انتوا ما بتساعدوش، وتلوموا العرب ومش تلوموا العرب ومصر بالاخص، والكلام الاهبل التافه اللي بنشوفه على طول. طيب انتوا حضرتك ما لومتيش ليه، او انت حضرتك ما لومتش ليه اللي خلى فلسطين كده؟ ما لومتش ليه اللي وقع الفلسطينيين في كده؟ حماس، هنيه، مشعل، سنوار، ما لومتهمش ليه اللي كانوا متلقحين في قطر وهم وعيالهم ومراتاتهم قاعدين مبسوطين في احسن قصور، احسن اكل، احسن شرب، احسن عربيات وطيارات خاصه وكل ده؟ ما لومتهمش ليه؟ هتقول لي هنيه احفاده ولا عياله ماتوا؟ روح حضرتك شوف عياله متلقحين فين دلوقتي. ما تقوليش ابنه مات او ما تقوليش حفيده مات. حفيده مات، نساه في فلسطين ما عرفش يطلعوا مع اللي طلعهم. يا سيدي ابنه مات، هو كان فين؟ بقيتهم فين؟ مراته فين؟ اللي دلوقتي كل واحده في فلسطين اترملت او ماتت وسابت عيالها، او اولادها ماتوا وعيالها اللي جم على شقه ماتوا بسبب حماس اللي طلعت فجأة قامت ضربة إسرائيل وشكرا على كده. طب الأمن بتاع الشعب اللي أنت طالع تحارب ده، اللي أنت طالع إيه بتحارب عشانه؟ عملت له إيه؟ علشان حتى يستخبوا، عملت له مكان آمن عشان يستخبى. ودلوقتي باعوك، ده أنا شك أساسا إن أنت خلصوا عليك. فطبيعي أي خاين مصيره القتل بإيد اللي اتعامل معاهم، ده طبيعي. أنت بقى ولا انت يلي متلقح في قطر وطالع تقول المعابر ومش المعابر والشعب العربي فين؟ ما لومتش ليه على اللي وصلهم لكده؟ ما لومتش ليه؟ في نفس ذات الوقت تقول المعبر مقفول، وفي نفس ذات الوقت تقول المعونات بتخش بايظه. طب منين بتجيب مين يا منافقه؟ وعامله فيها داعيه اسلاميه يا شخصيه منافقه. اتلقحها في البلد انت بتلقحها فيها، تقدري تتنفسي؟ تقدري تتكلمي على القواعد الامريكيه اللي عندهم؟ تقدري تتنفسي على قناه الخنزيره اللي اساسا صحابها يهود؟ تقدريش تتنفسي اصلا. وانت يا منافق يا اللي عايش بره عايز المعبر يتفتح ومصر تخش تحارب عشان مصر تخرب وشكرا على كده. يبقى انت عملت اللي انت بتتمناه. لما تيجوا تقولوا لنا كده المعبر مقفول افتحوه، يبقى انت بتساعد اليهود قسما بالله. ما اليهود عايزين المعبر يتفتح، اليهود عايزين يهجروا اهل فلسطين. انت برضو بتطلب نفس الكلام، انت برضو بتقول نفس اللي اليهود عايزاه. انتوا صناعه يهوديه وعارفين كده كويس. اي حد مع حماس صناعه يهوديه قسما بجلال الله. اي حد مع الاخوان صناعه يهوديه قسما بجلال الله. برضو معبر اللي انتوا عايزين تفتحوه، المعبر مفتوح للمساعدات، انما المعبر يتفتح 24 ساعه للي يخش ما نعرفش مين اللي داخل. ليه؟ ما تقرصناش من فتحته؟ ما تقرصناش؟ احنا بنعمل اللي علينا اتجاه فلسطين، ومش من دلوقتي، ده من قرون. دلوقتي بتطلعوا الخونه مقاومه وان هم الشرفاء زي بتوع لبنان المتخلفين، ولا بتوع اليمن العبط اللي اساسا بلدهم متدمره وسايبين بلدهم عايزين يعملوا رجاله بره، ويا ريتهم عارفين يعملوا رجاله حتى بره. انت بقى كواحد وواحده المفروض ان انت عندكم مخ وقاعدين في بلد فيها قواعد امريكيه عاليه قوي. ما بتقولش ليه على البلد اللي انتوا متلقحين فيها ساعدوا فلسطين؟ ما بتقولوش ليه؟ تطلع بس تقول يا أمة المليار مسلم، حضرتك مش من تبع المسلمين؟ وكالك لسانك بس يا هالة على مصر وعلى غزة وعلى الحدود.
مش فاهمه يعني ايه اللي انتوا عايزينه اساسا. عايزين معبر يتفتح، فتحنا المعبر، فلسطينيين دخلوا، اليهود خدوا فلسطين، انتوا بقى ساعدتوا. الله مبروك، الف شكر يا رب، مشكرين مصر ان انتوا دخلتوا فلسطين وسلمتوا فلسطين لليهود. ما هو دي شغلتكم، انتوا عايزين اليهود يستولوا على فلسطين بفتح المعابر وشكرا. بلد بقى مصر تخرب بقى ما تخربش، دي حاجه مش لان انت بتلقحها في بلد تانية واكله شاربه نايمه انت وعيالك وجوزك وفل الفل، بتقبضي من المواقع اللي انت بتشتغلي فيها، بس ما يهمكيش حاجه تانية. انت ما يهمكيش حاجه تانية، سواء انت او اللي انت او اللي عندك واللي بيقول نفس الكلام. معابر ايه اللي انت عايزه؟ المعابر اساسا اللي ناحيه فلسطين كانت حماس حاطه ايديها عليها، هوبا اسرائيل جت برضو بخطه منهم من الاثنين، سلموا المعابر لاسرائيل. عايزه بقى المعابر المصريه تتفتح ليه يا استاذه يا جميله؟ يعني بتتكلمي في حاجه وبعدين تقولي معابر مقفوله مفيش مساعدات بتخش، ودخلت لهم علبه اكل فيها مليانه دود. لا مش انت بتقولي المعابر مقفوله، يبقى علبه الاكل دي جت لهم منين؟ علبه الاكل دي جت لهم منين؟ من عندكم بقى. وسبحان الله كل اللي بيطلعوا يغلطوا في المساعدات اللي بتروح وبيتهموا فيها مصر ما بتبقاش جايه لهم من مصر اساسا، جايه ودخلت عن طريق مصر. انما انا مش فاهمه، انتوا عندكم حزق رهيب جدا، ويا رب يعني يفضل حزقكم ده مليان لحد ما تفرقعوا منه ما تعرفوش تصرفوه باتجاه مصر ومعبر رفح. طب ما في معابر على الاردن، ما قلتوش ليه افتحوا المعابر وبكا سور؟ طب ما انت يا هلا قطر مش بعيده حبيبتي، اللي انت بتلقحها فيها مش بعيده. اطلعي قولي يا قطريين روحوا ساعدوا فلسطين، احنا عايزين نحارب، واطلعي معاهم. او اطلعي على القواعد الامريكيه اللي هناك، اقفي كده قولي لا للقواعد الامريكيه في قطر. تقدري تطلعي تقولي؟ هتقدري تطلعي تقولي؟ والله تحداكي انت واللي زيك. المشكله انت المضللين اللي زيك واللي زيك ونفس التفكير، والبقر اللي بيصدقوك، البقر اللي بيمشوا وراكم. يعني مفيش مخ. ولله الحمد، يعني لو احنا كنا سلمنا مصر للبقر اللي زيكم كانت زمان مصر خربت، بقت زي اليمن وتونس بقى زي كلهم زي بلد المخروبه. اي بلد بقى، سوريا، ليبيا، اليمن، لبنان، كل ده كانت هتخرب. ولله الحمد ان احنا ما سلمناش. حسن زماره تبعكم خرب لبنان برضه، راح ضرب وقال ايه عشان فلسطين. هو ما كانش ضرب عشان فلسطين، ده عشان اسرائيل ضربت القنصليه بتاعتهم بتاعت لبنان. قام حسن زماره قال ايه؟ قال ايه عشان فلسطين. ما المتخلفين مصدقين كده برضه، سبحان الله. المشكله ان المتخلفين بيعبدوا البقر اللي وصل لبنان وفلسطين لكده. واهل فلسطين عندهم مخ على فكره، كلهم بيكرهوا حماس كلهم، بس ما يقدروش يتكلموا ليه؟ لان حماس ألعن واوسخ من اليهود، وكلنا عارفين جرايمهم. انما تيجي بقى انت تفردي لي صدرك وتفردي تقولي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيننا وبين فلسطين سور. حبيبتي تقدري تقولي حسبي الله ونعم الوكيل في البلاد اللي فيها قواعد امريكيه؟ تقدري تقولي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم؟ يا شيخه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا منافقه انت واللي زيك واللي شبهك. المعابر بتاعت مصر ما بتتفتحش يا حبيبتي الا تحت سيادتنا. انما انت ما تساعدي اليهود، ساعدي يا حبيبتي في البلد اللي انت متلقحه فيها، اذا كنت انت ولا اللي شبهك. من غير سلام.